مدرب الريال يرفع الحملة التدريبية على اللاعبين قبل سوبر أوروبا. يسعى المدرب الإيطالي لريال مدريد لتحقيق التوازن مع إجراء تغييرات في المراكز خلال التدريبات التي يخوضها اللاعبون المتاحون لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل. وترك اعتزال الألماني توني كروس فراغاً في وسط ملعب الميرونيجي، كما أدى انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الملكي لحدوث بعض التغيير في تشكيلة الإيطالي. وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: يكمن الهدف الرئيسي في تحقيق التوازن. وجاب عن مران ريال مدريد عقب حصة تدريب قوية في صالة الألعاب ديفيد إيلابا للإصابة، والشاب خوان مارتينيز بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى. ويسعى الفريق الملكي للاحتفاظ بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا اللذين حققهما في الموسم الماضي. تابعونا لمزيد من الأخبار الرياضية المذهلة.